فيلمنا بيبدأ بكاس وهي في العربية مع حبيبها ماكس، وما تستغربش بقى من فرق السن اللي ما بينهم يا عزيزي، هو الحب كده ما بيختارش سن ولا شكل معين. المهم انهم كانوا رايحين يغيروا جو ويفكوا عن نفسهم شوية، عندهم كبت بقالهم فترة ونفسهم يخرجوه، وكانوا رايحين على بيت في الغابة ماكس هو اللي مأجره، لكن الكاب بتاع ماكس بيطير في الجو، فبيقول لها تقف بسرعة وبينزل يجيبه وبيرجع تاني، وبيعرفها ان الكاب ده غالي عنده قوي جدا خالص، وده لان ابوه هو اللي جايبهوله. المهم الليل بيليل وهم لسه في الطريق، وبعد شويه بيوصلوا على المكان اللي هيقضوا فيه الاجازه، بس لما بينزلوا بيلاقوا واحد غريب واقف قدام البيت، فبيقول له ماكس احنا مأجرين البيت ده. الواد تحس انه حاطط موس في بقه، فبيقول له بطريقه مستفزه كده مفيش الكلام ده يا صاحبي، احنا اللي مأجرين وحاجاتنا جوه. كاس قالت طيب هنكلم صاحب البيت، فبيقول لها ما تتعبيش نفسك مفيش هنا شبكه خالص. ماكس قال له يا عم يرضيك طيب نمشي في نص الليل كده، خلينا نبات الليله دي والصباح رباح، بس اللي بيرفض، وده طبعا لانهم ناس غريبه ولسه هيمشوا. بتطلع جريتا من جوه وبتقول لهم خليكم الليله دي. ماكس فرح ووافق على طول، اما كاس بترفض وكانت خايفه من الاتنين اللي في البيت. حاول ماكس يجيبها يمين وشمال برضه بترفض، فبيقول لها خلاص يا ست الكل اللي يريحك، بس انت ما بتحبيش تسوقي بالليل، انت حر، انا نصحتك وانت براحتك. قالت له خلاص غيرت رايي، دي مغامره وانا عايز اعيشها معاك. والاتنين بيدخلوا البيت مع الاتنين التانيين، وبيفضل يلف ماكس في البيت وكأن بيت ابوه، وكان منبهر بكل حاجه في البيت. كاس سألتهم هو احنا هننام فين؟ جيريت قالت لها مفيش غير اوضتين، اوضه احنا هننام فيها والتانيه اوضه المالك ومقفوله، يعني تشقلب انت وحبيبك بقى في اي ركن كده. فبتاخد الكلمتين وبتقول لماكس انها هتجيب الشنط من العربيه، وجريتا بتروح وراها وبتقول لها انها هتساعدها. كاس حبت تلطف الجو وبتسالها انت وحبيبك بقالكم قد ايه مع بعض؟ قالت لها حبيبي؟ لا انت فهمت غلط، احنا بس بنقضيها سوا، لكن حبيبي وجوزي والكلام الهم ده ما اكلش عيش معايا. وبتسال كاس انت متجوزه بقالك قد ايه؟ كاس قالت لها احنا مش متجوزين، انا جربت الجواز مره قبل كده واما صدقت خلعت منه، انا وماكس بقالنا سنه عارفين بعض وبرضه مقضينها في الحرام زيك كده. ولما بيدخلوا بيلاقوا ماكس كان طلع مصارين البيت، وبيلاقي لعبه قديمه عن الحب اللي كان واقع لشوشته في حب جريتا، وبيقول انه عايز يلعب اللعبه، وبترد كاس وبتقول وانا كمان، وبيبداوا هما الاربعه يلعبوا. وفي اللعبه الدور بيجي على كاس وبترد على السؤال اللي جالها واللي كان ازاي اتعرفت على حبيبك، فبتقول انها كانت المدرسه بتاعته، وان وقتها ماكس كان محبط حبتين، وفضل 6 أسابيع في كلمتين محشورين في زوره لحد ما قرر انه يتشجع ويروح يعترف لها انه معجب بيها. وطبعا كاس كانت لسه خارجه من علاقه فاشله، واما صدقت تلاقي ماكس، ومن ساعتها وهم مع بعض بالرغم يعني فرق السن. ولما جه الدور على جريتا كان مطلوب منها تعاكس اللي قاعد على يمينها، وهي اصلا كانت واقعه من الدور ال19، واما بتصدق تعاكس في ماكس. كاس شافت اللي بتعمله واتضايقت وقالت لهم انها كابس عليها النوم وعايزه تنام دلوقتي. جريتا قالت لها ادخلي نامي في الاوضه بتاعتنا، احنا لسه سهرانين وهنلعب. وفعلا بتدخل كاس وكانت ودانها بتطلع دخان من الغل. تاني يوم بتصحى وما بتلاقيش ماكس جنبها، فبتخاف لحسن تكون البت شقطته منها، ولما بتطلع تشوفهم بتتصدم لما ما بتلاقيش اي حد، فبتطلع الغابة وبتفضل تدور عليهم لحد ما بتلاقي الكاب بتاع ماكس واقع على الأرض، وبتستغرب وده لأنه كاب مهم جدا عنده، وبتفضل تنادي عليه وهي ماشية بتدور، وبتشوف المنيل اللي قاعد بيعيط، فبتسأله مالك يا حزين وفين ماكس مش لاقياه؟ فقال لها وهو متأثر الاتنين مشيوا، أنا لقيتهم هما الاتنين في الغابة وكانوا في وضع عايز بوليس الآداب، ولما اتخانقت مع ماكس جريتا قالت لي إني مش مناسب ليها وأخدته وجريت بعيد. وكاس بتتصدم وقالت له ده اللي هو ازاي بقى؟ قال لها ازاي ايه؟ امثلك انا شفتهم ازاي يعني عشان تفهمي. فبتاخد الصدمه وبترجع على البيت وبتفضل تدور عليه تاني، ولما ما بتلاقيهوش ولا بتلاقي الشنطه بتاعته بتاخد بعضها وبترجع مدينتها، وبتروح لها صاحبتها الانتيم بتبص عليها وبتتفاجئ منها باللي حصل من ماكس، فبتقول لها انها المفروض تدور على البنت اللي اخدته منها. انا مثلا لو لوكاس خني مش هيهدى لي بال غير لما اعرف هو بص بره ليه، فيها ايه يعني احسن مني هي. كاس قالت لها انها مش مهتمه بالموضوع كله، وخصوصا ان العلاقه ما بينهم هي وماكس في الاواخر كده ما كانتش احسن حاجه. ولما بتمشي صاحبتها الشيطان بيلعب في دماغها وبتروح تسال عم جوجل عن جريتا، بس ما كانتش تعرف اسمها الثنائي فما بيقدرش جوجل يساعدها، وبتفتكر عنوان البيت اللي ماكس اجره وبتدخل تسرش عنه، وبتعرف رقم صاحب البيت وبتتصل عليه وبتقول له ان اللي اجرت منه البيت قبلهم نسيت كتاب وهي عايزه تعرف عنوانها عشان توصله لها، لكن صاحب البيت بيرفض وقال لها انه هيعدي عليها وياخده منها وان هو اللي هيوصله بنفسه عشان دي اسرار عملاء، فبتديله عنوان محل الزرع بتاعها. ولما بيروح لها بتفضل تتهته وبتعمل نفسها بتدور، لكن بيدخل زبون وبينجدها منه
وبيتخانق معاها عشان الزرعة ماتت، فبترجع له فلوسه بكل أدب. ولما بيحس صاحب البيت إنها غلبانة بيقول لها مش دي زهرة لويزا؟ دي زهرة نادرة جدا وأنا عايزها. التاني سمع الكلمتين وسخن وقال له إن الزهرة دي بتاعتي، وفضلوا يعلوا على بعض في الفلوس لحد ما خلاه يدفع $50، وده سعر كبير جدا عليها. وبتشكره كاس على اللي عمله معاها. ولما سألها على الكتاب قالت له شوف بقى من الآخر كده مفيش كتاب ولا حاجة، حصل 1 2 3 وأنا عاوز أوصل للبنت دي، عايز أعرف هي عملت كده ليه. وبتقول له عشان أنا جبتك المشوار ده على الفاضي، اسمح لي إني أعزمك على واحد قهوة يعني هيخلي دماغك تنور. وفعلا بيروح معاها، وهناك بتحكي له اللي حصل معاها هي وماكس، وبتقول له إنها عايزة رقم جريتا عشان تعرف هي عملت كده ليه. فبيقول لها إنها لو عملت كده ممكن الموضوع ينتهي بشكل مش تمام. لكن بيدخل عليهم واحد وبيطلع إنه يعرف بارلو، وبيقول له إنه كان بيدور عليه من زمان، وبيعرف كاس إن بارلو كان عنده شركة تكنولوجيا كبيرة بس هو اللي استغنى عنها بالرغم إنهم كانوا داخلين صفقة مربحة جدا. فبيستأذن بارلو وبيقول لها إنه لازم يمشي، لكن بعدها بتتصل بيه تاني وبتفضل تسأله عن أحواله، وبتقول له إنها فكرت في كلامه وإن الاتصال بجريتا مش هيجيب فايدة، وبتطلب منه عنوانها. فبتتفاجئ إنه بيقول لها اعتبري معاكي، وكمان بيعرفها إنه هيروح معاها وإنه كمان هيساعدها توصل لجريتا. وفعلا بياخدها على عنوان بيتها، وبيفضلوا واقفين بره مستنيينها تطلع. فبتسأله كاس ليه سبت الشركة طالما كانت فيها فلوس كتير. قال لها إن أبوه توفى قبل ما يوقع الصفقة. ولما سألته هو كان تعبان بيقول لها إن جهازه العصبي كله انهار فجأة، وبيقول لها إن وقتها كان عاجز يساعده وهو شايفه بيتألم. ولما خرج بارلو من أوضة المستشفى شاف شباب كتير في سن ال20 وهم بيدمروا حياتهم، سواء بقى بالمخدرات أو أي حاجة تضر أجسامهم. فاتضايق على أبوه اللي مات ووصل لمرحلة الجنون، ومن وقتها وهو بعيد عن التكنولوجيا كلها. وشوية بتشوف كاس جريتا وهي خارجة، فبينزلوا هما الاتنين وبيفضلوا ماشيين وراها، وبيدخلوا مكان فيه رسومات غريبة. ولما شافت المنيل ده قاعد على الكرسي قالت له ممكن أدخل. فبيسألها ليكي بنت جوه أو ابن؟ اتحرجت وقالت له لا. وبالصدفة جريتا بتطلع تتكلم في التليفون، وأول ما بتشوفها بتعرفها على طول، وبتعتذر لها وبتقول لها إنها ما صدقت لقت ماكس وإنهم مناسبين لبعض أكتر منها. ولما تليفونها بيقع بتشوف كاس صورتها جنب ماكس، وبتتصدم أكتر وأكتر، وده لأنها اتأكدت إنه باعها وهرب مع جريتا. وبتطلع وهي في حالة من الصدمة. فبيحاول بارلو يهون عليها، وبيفضل يحكي لها عن مراته اللي ماتت، وبيقول لها إنها كانت حب عمره وإنه من بعدها وهو وحيد. وفعلا كاس بتبدأ تفك شوية وبتبدأ تحكي له عن نفسها، وبتقول له انت قلت ان مرض باباك وراثي، طيب انت اطمنت على نفسك؟ قال لها انه عنده نفس المرض بس هو شغال على العلاج دلوقتي، حاجه كده ليها علاقه بنقل الدم. فهنسيبهم يتكلموا شويه عقبال ما نرجع سوا حته فلاش باك مهمه. وبنشوف ماكس قاعد مع كاس واصحابها، بس ما كانش حابب الوضع اللي هم فيه ولا كلامهم عاجبه ولا حتى هزارهم، كان قاعد في ملل تام، وكان بالنسبه له انه قاعد مع شويه عواجيز. ولما حب يفرفش ويروق الجو كاس احرجته قدام اصحابها وقالت لهم هو ماكس كده بيحب يعمل كل الحاجات التافهه. فبيتضايق وبيقول لها انه رايح يشتري حاجه. ولما بيروح الماركت كانت المفاجاه، بيشوف بالصدفه جريتا وإل وبيسمعهم وهم بيتكلموا سوا عن حاجات لازم يشتروها بسرعه. فبيفتكر انهم بيتكلموا عن طائفه وهو اصلا كان مطرطش واخد من العمومي، وبيقول لهم انه عايز ينضم للطائفه بتاعتهم. جريتا ردت قبل ما إل يرد وقالت له انت مستعد تعمل اي حاجه عشان تنضم لينا؟ قال لها ايوه. فبتاخده معاهم وبيروحوا يسهروا، وهناك بتفضل تساله شويه اسئله عن حياته. فبيقول لها هو انا ليه حاسس اني بتقدم لواحده وابوها قاعد قدامي؟ فبتضحك وبتقول له انهم بيهزروا معاه، وبتعرض عليه انه يحضر معاهم عرض تبع الطائفه. وطبعا الحزين بيوافق، وبتديله عنوان البيت اللي هم اجروه في اول الفيلم. ولما بيرجع البيت بيلاقي كاس متضايقه منه، فبيحاول يلطف الدنيا شويه، لكن كاس كانت حاسه ان العلاقه ما بينهم بتتهد، وبتبدا تحس بفرق السن اللي ما بينهم لانه كان ليه دماغ وهي دماغ تانية خالص. فبيقرر انه يصالحها وبيقول لها ان عامل لها مفاجاه، وبيعرفها انه حجز بيت في الغابه بعيد عن الناس والدوشه، وبيقول لها تجهز الشنط عشان هيسافروا الصبح. وتاني يوم كانت جريتا وإل مستنيينه في البيت، وبيقول لها إل انا حاسس ان الخطه مش هتنجح، هو اكيد مش هيجي المشوار ده كله. لكن جريتا كانت واثقه انه هيجي، وبتقول له انت مش شايفه عامل ازاي؟ ده شبه الكلاب. قال لها ما انا اخدت بالي من نظراته ليكي، واخد بالي برضو من نظراتك ليه، بس ما بتردش عليه وبتغير الموضوع. ولما بيشوفوا نور العربيه بيتفاجئوا لما بيعرفوا ان معاه حد، وبيطلع إل وبيساله مين اللي انت جايبها دي؟ فبيقول له انه اضطر عشان هي اللي هتوصله بعربيتها، وبيأكد عليه انها ما تعرفش اي حاجه. وبيعملوا بقى الفيلم اللي عملوه في اول الفيلم ده. وتاني يوم لما كاس مشيت بيجري إل على جريتا وبيقول لها الدار امان، وبتطلع انها خدرت ماكس، وتقريبا كده كانت هتخلله ولا ايه، المهم انه كانت حاطاه في برميل. بعدها بتدخل البيت وبتفضل تدور في الورق، وبتشوف ورقه وبتشيلها في جيبها. وبنرجع تاني للوقت الحالي، وكانت كاس في بيتها زهقانه، وبقرر انها تروح تطمن على بارلو.
وبتروح تاني البيت بتاع الغابة اللي أجرته مع ماكس أول الفيلم، وبتفضل تخبط بس محدش بيفتح لها. وقبل ما بتمشي بيفتح بارلو وبيعتذر لها على التأخير، وبتدخل وبتطمن عليه وبيفرجها على الحاجات اللي كانت مع ابوها قبل ما يموت. ولما حس انها سقعانه قال لها انه هيطلع يجيب شويه خشب. وبتفضل كاس تلف في البيت شويه وفضولها بياكلها، وبتفتح الكتب وبتشوف صوره لبارلو مع ابنه. بس المفاجاه بقى انه بيطلع وبتتصدم وبتفضل تلف حواليها. ولما بتشوف الباب اللي كان مقفول ده بتاخد المفاتيح وبتفتح الأوضة وبتلاقي جوه أدوات طبية تخص بارلو. وهتاري بقى إيه يا عزيز اللي حصل؟ إن بارلو رجع البيت ولقى ابنه وحبيبته جريتا، وكانوا مجهزين له ماكس في البرميل، وده لأنه كان محتاج دمه عشان يعمل العلاج بتاعه. بس بارلو بيتصدم لما بيشوف ماكس وبيرفض وبيقول لهم استحالة أعمل اللي انتوا بتفكروا فيه. اللي قال له إنه مش عايزه يموت وإن هو كمان عايز يتعالج. وجريتا بتقول له إن خلاص اللي حصل حصل، انت ما تعرفش احنا عملنا ايه عشان نقدر نضحك على ماكس وكمان نفهم حبيبته انه خانها وهرب. فبيضطر بارلو ان ياخد ماكس عشان ياخد منه العلاج. هنرجع بقى لكاس اللي دماغها اتبرجلت وبتعمل ايرور، وبتشوف من شباك الأوضة المقفولة حاوية في الغابة. فبتطلع عشان تشوف حكاية الحاوية دي ايه. وفي نفس الوقت كان بارلو في الغابة، وأتاري كان رايح يشوف ابنه وحبيبته. وبنعرف انهم كانوا في البيت وقت ما كاس كانت بتخبط عليه، وعشان كده هو اتأخر انه يفتح لها الباب عقبال يعني ما المنيلين دول يستخبوا. ولما بتعرف جريتا ان كاس لسه ما مشيتش بتتعصب عليه وبتقول له ازاي تسيبها لوحدها هناك، وبتاخد بعضها وانظرن على البيت. وبيلاقوا ان باب الأوضة مفتوح وبيفهموا انها قفشت اللعبة بتاعتهم. وفي الغابة كانت كاس قدرت تفتح الحاوية، وبتتصدم لما بتلاقي ماكس نايم جوه وكان متوصل بأجهزة طبية بتسحب منه الدم. وقبل ما بتفكه بيدخل عليها بارلو وبيقول لها انها لو فكته هيموت، وبيعرفها انه ما كانش عايز يعمل كده بس هو اضطر لما لقى ابنه وحبيبته جهزوا له ماكس. فبتزعق وبتقول له ايه الجنان اللي بتعملوه ده يا شويه مطرطشين. قال لها ما انا حكيت لك على مرضي، انا محتاج نقل الدم ده باستمرار. فبتطلع جريتا الورقه اللي لقيتها وبتقول له انت كذاب، انت مش مريض ولا حاجه، انت عايز الدم ده عشان تفضل شباب. اتصدم اللي وقال لها الكلام ده بجد؟ يعني انا عملت كل ده عشان انت ما تموتش وانت في الاخر عايز تفضل شباب؟ وبيتضايق من جريتا لانها كانت عارفه وخبت عليه، وبيفهم انها ما حبتوش اساسا وانها كانت معاه مصلحه بس مش اكتر. كاس زعقت فيهم وقالت لهم وانا اللي افتكرت ان ماكس سابني وانتوا في الاخر بتعملوا فيه كده. جريتا قالت لها فوقك بقى من شويتين اللفلفه دول، هو اصلا ما بيحبكيش واما صدق انه يخلع منك. فبتقول كاس لبارلو انها عايزه هي كمان تفضل شباب بس هتاخد الدم من جريتا. بارلو كان بدأ يحب كاس وبيقنع ابنه وبيخليه يمسك جريتا وبيخدروها، وبتستغل كاس انهم مشغولين في جريتا وبتاخد ماكس عشان تهرب. فبيشوفها بارلو وبيقول لها انه بيحبها وانهم هياخدوا العلاج ويعيشوا سوا، لكن بتتفاجئ ان ماكس بيشيل الاجهزه اللي عليه وللاسف بيموت. فبتضرب وبتطلع من الحاويه بسرعه وبتقفل عليهم من بره، وبقرر انها تعيش في بيت بارلو وده لانها بتحب العزله وعايزه تعيش لوحدها، وكده كده محدش هيعرف بارلو فين والناس كانت بتدور عليه. وبيخلص الفيلم على كده.